المواهب المغربية في أوروبا بين التألق والتحديات. إلياس بن صغير بدأ الموسم بقوة لكنه فجأة فقد مكانه في موناكو. أيوب بوعدي في حيرة بين فرنسا والمغرب. إصابة إلياس أخوماش تعطل مسيرته مع فياريال. وياسين بونو يتحدث عن تعادل الهلال المخيب أمام ضمك. في هذا الفيديو سنحلل كل هذه المواضيع بعمق، فابقوا معنا للنهاية. إلياس بن صغير، ماذا يحدث؟ الموهبة المغربية الصاعدة بدأ الموسم بأداء مميز جعل كبار أوروبا تراقبه، لكن في الأسابيع الأخيرة تراجع مستواه وعاد إلى دكة البدلاء. مدرب موناكو أدولف خوتر كشف أن التوقعات العالية قد تكون سبباً في الضغط على اللاعب، لكنه أكد ثقته في قدرته على العودة. فهل هو مجرد تراجع مؤقت أم أن هناك مشكلة أعمق؟ أيوب بوعدي وحيرته بين المغرب وفرنسا. الجامعة المغربية تسعى لتأهيل أيوب بوعدي لحمل القميص الوطني، لكنه متردد بسبب رغبته في تمثيل فرنسا في بطولة أوروبا للشباب. فهل سيحسم قراره قريباً؟ ولماذا يتردد اللاعبون أصحاب الجنسية المزدوجة في اتخاذ هذا القرار؟ وهل يمكن للجامعة المغربية إقناعه بمشروع مستقبلي قوي؟ إلياس أخوماش، الموهبة المغربية الشابة، تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب. اللاعب تحدث عن فترة التعافي، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه من النادي والعائلة. فكيف ستؤثر هذه الإصابة على مسيرته؟ وهل سيعود بنفس القوة بعد التعافي؟ ياسين بونو حارس الهلال أكد أن التعادل مع ضمك كان بطعم الخسارة، مشيراً إلى أن الفريق لم يستغل الفرص في الشوط الأول. الهلال يحتل المركز الثاني خلف الاتحاد، فهل سيتأثر في صراع الصدارة؟ وما هي الحلول التي يجب أن يعتمدها الفريق في المباريات القادمة؟ المواهب المغربية تعيش لحظات متباينة بين التألق والتراجع والإصابات. فهل سيعود بن صغير إلى مستواه؟ وهل يحسم بوعدي قراره؟ وكيف سيتجاوز أخوماش محنته؟ وماذا عن الهلال وبونو؟ أخبرونا في التعليقات برأيكم، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم.